اهلا بيكم متابعي كورة بوكس الكرام، ولقاء جديد مع حضراتكم. كورة بوكس خدمة خبرية جديدة بنقدمها لحضراتكم. بنجيب لكم الخبر من قلب الحدث. عندنا مراسلين في كل مكان ونقول لكم الحقيقة كاملة، وزي ما دايما بنقول شعارنا هو خد الخبر من عندنا. عشان ما اطولش على حضراتكم، تعالوا نستعرض الخبر المهم جدا اللي معانا النهاردة. هو ليه علاقة بالنادي الأهلي وصفقة بيع أحمد الكندوسي لاعب الوسط الجزائري. للأهلي أتم بيعه رسميا لفريق سيراميكا كليوباترا. بحسب التسريبات ركزوا معايا كويس جدا في اللي أنا هقوله ده. بحسب التسريبات الواردة من النادي الأهلي، والتسريبات اللي متوافق عليها من المسؤولين في الأهلي، إن الأخبار ديت تطلع لوسائل الإعلام في صفقة بيع الكندوسي، وهي إن في حظر بيع لأحمد الكندوسي في مصر لمدة 3 سنين. حظر بيع لمدة 3 سنين في مصر، ده شرط موجود. ما طبعا من نسبة إعادة البيع 15% لو سيراميكا باعوا لأي فريق تاني، وده شيء طبيعي جدا مفيش فيه أي مشكلة للأهلي تماما. ولكن الأهلي حاطط بند في العقد بحسب التسريبات. يعني هرجع وأكد تاني مفيش حاجة رسمي، لكن بحسب التسريبات الأهلي حاطط بند آه إن ما ينفعش الكندوزي يتباع لأي نادي في مصر لمدة 3 سنين اللي جايين. وكمان بعد 3 سنين الأهلي هيكون ليه الحق إن هو يسترجع اللعيب، أو هيكون ليه رأي في صفقة اللعيب. يعني هيتعرض عليه الأول زي مثلا بند اللي هو أولوية الشراء. ولكن بحسب معلوماتنا وبعد ما تواصلنا مع محامين قانونيين كتير جدا، مصريين وعرب وأوروبيين، تبين لنا ان الشرط ده مش قانوني ابدا. يعني مفيش نادي يقدر ان هو يجبر لعيب ان هو ما يروحش نادي معين. ده يا جماعة الكلام ده مش موجود، خلاص مش موجود. انت ممكن تحط ان انت يكون ليك اولوية الشراء، ممكن تحط بند، يعني اي بند ليه علاقة ان انت تكون ليك ميزة، لكن ما تمنعش ان اللعيب يروح. يعني انا افترض ان نادي زي الزمالك او نادي زي بيراميدز عايز احمد القندوزي، واتفق مع نادي سيراميكا ان هو يفسخ عقد اللعيب. يفسخ العقد اللعيب زي ما حصل مع اهلي جدة وعبد الله السعيد. فهل مش من حق احمد القندوسي ساعتها ان هو يروح الزمالك او بيراميدز؟ فالشرط دوت مش حقيقي. لو اتحط في العقد فهو مش قانوني. ولو يعني لو اتحط في العقد هو مش قانوني، ولو كلام مجرد كلام فيبقى كلام على ورق وخلاص. لكن الاهلي التسريبات اللي وارده من القلعه الحمراء من النادي الاهلي كانت بتاكد الكلام دوت. لكن احنا بعد ما سالنا فريق العمل سال وتواصل، اتاكد لينا ان الشرط ده مش قانوني، ومفيش حاجه اسمها ان هو ما يروحش زمالك او بيراميدز او وفي الاغلب الموضوع ما يتمش. مش هيتم يعني ببيع مباشرة من سيراميكا، لا هيكون في فسخ عقد. والقصة اللي حصلت في قصة أهلي جدة وعبد الله السعيد لو فاكرين لما راح بيراميدز. وأكيد اللعيب لو عايز يروح زمالك أو بيراميدز يعني هيعمل مشاكل مع نادي من الآخر يعني. يعني مفيش لعيب هيقدر ان هو، او مفيش لعيب انت تقدر تجبره ان هو يقعد غصب عنه. لكن احمد القندوزي انا ما بقولش ان هو هيعمل كده، لكن انا بشرح لكم الحالة نفسها. الحالة نفسها الكلام ده لو الاهلي كان حاطط في العقد ان هو ما ينفعش ان سيراميكا يبيعه لاي نادي مصر، والقصد طبعا الزمالك وبيراميدز لمدة 3 سنين قدام، فده مش قانوني ومش حقيقي. ابدا ابدا ابدا. والكلام ده الايام دايما زي ما بقول لحضراتكم، نستعرض لحضراتكم دايما الايام هتثبت صحة اللي بنقوله. يبقى كده ملخص الكلام: احمد القندوسي تم بيعه رسميا لسيراميكا، ويحق له بشكل طبيعي ان هو يروح اي نادي اذا اراد. يعني في خلال الفترة اللي جاية خلاص هو مبقاش على ذمة الأهلي ولا يربطه أي صلة بالأهلي. لو الأهلي حط نسبة من إعادة نسبة في إعادة بيع القندوزي مستقبلا، فدي طبعا حاجة قانونية جدا للنادي الأهلي، وده حقه الأكيد يعني. دي قصة القندوزي وما فيها، ودي قصة يعني الأخبار المسربة من النادي الأهلي أو حوالين الصفقة بشكل عام.
نشوفكم في فيديو جديد، وصباحكم ومساءكم دايما زي الفل.